اظن ان هناك مسؤول مغربي قال باللي ولكن ليس رسمي. ليس رسمي. وكان ايضا مسؤول جنوب افريقي يقال بانه حتى جنوب افريقيا كاين نيه الترشح. نيه الترشح. وبعد ولا حبيت ندخلوا في التفاصيل. محمد. اصدقائنا الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ماروكو فوريفر. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد يستحق المشاهده، فدعمونا باللايكات ديالكم، تابونوا معنا في القناه يوصلكم كل المستجدات ديالنا. فنخليكم باش ما نطولش عليكم، تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر ونتلاقاو في النهايه. الشباب والرياضة الذي أعلن أمس قبل بداية حفل قرعة الشان المقبلة في جونفي القادم بالجزائر، أعلن أن الجزائر رسميا ستترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، وهي سابقة أولى، لأن الجزائر لم يسبق لها منذ 1990 لم يسبق لها أن احتضنت كأس إفريقيا. أنذاك كانت ب8 منتخبات فقط، هذه المرة ب24 منتخب. نبدأ من الجانب الإعلامي. سامي العماري، احتضان الجزائر لنهائيات كأس إفريقيا بعد احتضاننا ونجاح تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، هل هذا سيكون له دفع كبير لأن تكون فيه منشآت جديدة؟ كما نعلم الكثير من الملاعب الجديدة ستدشن قريبا، ملعب براقي، ملعب دويرة، ملعب تيزي وزو، وطبعا الترميم لمص ملعب 5 جويلية، ملعب قسنطينة، وملعب عنابة. كل هذا سيكون ربما في الشان كاختبار للجزائر، لأن الإعلان الرسمي صرح موتسيبي أمس أن الإعلان الرسمي عن من سيقوم أو سيحتضن كأس إفريقيا 2025 سيكون عقب الشان، يعني في فبراير القادم. ربما هذه إشارة إلى أن الجزائر إذا نجحت في تنظيم الشان فإنها بالتأكيد بنسبة كبيرة ستحرز استضافة كأس إفريقيا 2025. طبعا رضوان، أظن أن الهياكل القاعدية والمنشآت الرياضية اللي ستكون واجدة ديسي 2000 أقصى تحديد 2024. عندنا أظن الكل واحد 8 ملاعب كبيرة، ملاعب تقريبا. احنا يكفوك ربما 6 ملاعب باش دير كاس 8 باش دير تنظيم أحسن. دونك افيك 8 غران ستاد، جو بونس كو الجيري يعني عندها الحق باش تحط الملف تاعها ولها كل الحظوظ. جو بونس كو لا ديسيزيون اللي افون تو بوليتيك، باسكو القرار يتخذ من السلطات العموميه لاكور افيك لا كاف يتخذ بين اونتر لي زوتوريتي ماشي سي خاصة رئيس الجمهورية استقبل موتسيبي مؤخرا. نعم، ميم في كايت شارج تاع لاكاف لاكور في اونتر لي زوتوريتي بوليتيك. سمير، هذوما الملاعب اللي تقريبا يعني اراهم في ملعب وهران حاليا، ملعب براقي، ملعب 5 جويلية، ملعب الدويرة، ملعب عنابة، وملعب تيزيوزو. يعني هذه الملاعب يعني ال6 اللي بإمكاننا أننا نحطوا الملف يكونوا عندك سي. نقدر نزيدوا الملعب تاع معسكر تاع سي تاع معسكر. وعنابة درتوا هنا ولا عنابة محطوط. يعني ما درناش تشاكر، ما درناش وكاين تشاكر. دونك انا قلت لك 8 المنشآت. من ناحية المنشآت الرياضية القرار السياسي اتخذ، يبقى جوست هذاك لونغاجمون اللي لازم نسينيوه مع لاكاف. ابري فودراس باطل سور لو تيران. انا حسب المعلومات تاعي يقولوا كاين او موا 10 بلدان مهتمه بهذا يعني هذه اللي تضحك شويه. واحد ما كان حاب يدي لا كوب دافريك كي حبت تديها الجزائر، كل البلدان 10 بلدان حبوا ياخذوا استضافه الكاس. وكان دوها في وسط هذوما سي اونكور ميو. كاين بلدان كيما السنغال، المروك، نيجيريا، جنوب افريقيا هذوما ثاني انا قلت لك مهتمين. بور لو مومون الجزائر هي البلد الوحيد الذي اعلن رسميا. اظن ان هناك مسؤول مغربي قال باللي
ولكن ليس رسمي. ليس رسمي. رسميا ايضا مسؤول جنوب افريقي يقال بانه حتى جنوب افريقيا كاين نيه الترشح. نيه الترشح. وبعد ولا حبيت ندخل بعد ندخلوا في التفاصيل. محمد قاسي السعيد، هل هذا الدفع يعني تنظيم العاب البحر الابيض المتوسط، بعدها كاين تنظيم الشان اللي راح يكون في جونفي القادم، بعدها كاين الناس بزاف تنسى بانه راح ننظموا كاس افريقيا لاقل من 17 سنه في الجزائر، وهي مؤهله ايضا لكاس العالم. سي اوتوماتيك لما تدير مثل هذه التظاهرات من المفروض انه الخلاصه هي تنظيم كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 التي سحبت من غينيا. أنا كنت حاضر في الكثير من المنافسات القارية هذه صراحة. سمير كان معنا في أنغولا مثلا، كنت أيضا في غانا في 2008 في غياب الجزائر، في مالي يعني مالي نقولوا بعيدة في 2002. شفنا غينيا الاستوائية لما نظمتها مع بلد آخر والله ما أتذكرش، ولكن كان عندهم ملعب، وهذاك الملعب مع الجابو. ما يعني الجزائر أحسن من حيث الفنادق، من حيث المنشآت، من حيث المطارات. تشوف يعني المطارات في غينيا الاستوائية كأنك تهبط في حوش يعني صراحة. الجزائر في هذاك الوقت وكنا نقولوا بملعب عنابة وملعب 5 جويلية وملعب، يعني أنا ذاك 4 ملاعب فقط تقدر تنظم: عنابة، قسنطينة، العاصمة ملعب 5 جويلية، وتشاكير. كان ملعب وهران، ولكن ملعب وهران مشوشة اصطناعيا. هل هذا راح يكون دافع للكرة الجزائرية؟ شوف رضوان، نهار كان عندنا 13 سنة تاع استقلال نظمنا الألعاب البحر الأبيض المتوسط تاع 75، وكان تنظيم رائع. أول تجربة استطعنا ننظموها. نظمنا الألعاب الإفريقية تاع 78 كان في المستوى. لما الدولة تريد تنظم تقدر تنظم واش تحب، واش يبقى اليوم احنا كاس افريقيا في 90. خليني نقول لك، لما تحب الدولة تنظم مظاهرات ديرهم في القمة. وشنو لازم الناس اللي ينشطوا في هذيك المنظومه يكونوا واقفين على الخدمه ديالهم، ولازم ايضا يكونوا رجال يعني. بالطبع. انا نقول لك الناس اللي يكونوا على المنظومه هذيك. يبقى هنايا التنظيم، هذا الاقتراح اللي شفناه البارح الوزير تكلم اطار تيراج سور تاع لاشان. هنايا دا الضوء الاخضر من عند الرئيس باش قال الجزائر راح ترشح روحها باش تنظم. نعم، هذا قرار سياسي، ماهوش قرار تاع رئيس الاتحاديه. عند الرئيس الدوله الجمهوريه. هذا تبقى النزاهه اذا كانت النزاهه يعني موجوده محترمه. الجزائر عندها حدود كبيره، كما قال سمير، حسن النيه تاع جنوب افريقيا تاع جارنا تاع الغرب. يعني في هذوما الجزائر عندها الحدود تاعها. شفنا الملاعب، عندنا الفنادق، عندنا ما فهمتش حسن النيه. يعني نيه الترشح. حسن النيه الترشح. نقول باللي الجزائر عندها حدود كبيره. عندنا فنادق، عندنا الريزوروتي، عندنا الملاعب، عندنا يعني حتى اليوم التدفق تاع الانترنت راهو لا باس به. نظن ما عندنا حتى اشكال، والجزائر قادره لهذا التحدي. نعم. علي بن شيخ، كيف ترى هذا الترشح بعد الكثير يقول لك الجزائر بالتأكيد يعني بنسبة 90% من المفروض هي اللي تأخذ هذا الكاس، لأن البلد الوحيد مقارنة بجنوب إفريقيا اللي نظمها في سنوات قريبة. الجزائر منذ 1990 ما نظمتش كأس إفريقيا على أرضها، وبالتالي عندها من المفروض حظوظ. علاقات أيضا، العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وجنوب إفريقيا، بما أنه الرئيس بوتسيبي من جنوب إفريقيا، ممكن تساعد أيضا الجزائر. ولو أنه من بعد ما نولي لسمير في هذه الخوف من الكواليس، لأنه حنا اون سي با بوزيسيوني في لاكاف. الآن المكتب التنفيذي تاع الكاف ما في حتى جزائري، وهذه أخطاء المكاتب الفيدرالية السابقة اللي بقات تاكل ما بيناتها. أوليو تسيت بلاصي ان الجيريا يكون في المكتب التنفيذي للكاف، وهذا مهم جدا، لانه اللي ينتخب او اللي راح يصوت باش يكون يدي كاس افريقيا يجب ان الجزائر تعمل عملها في الكواليس. شوف، حنا بور كومونسي الحمد لله اللي حطوا لا كونديداتور تاعهم الجزائر، لان لي موان راكو تكلمتوا عليهم لي ستاد ما شاء الله كاين مام بزياده قاعد يلحقوا حتى ل 8-9 ستاد تقريبا كي الاز. لي زوتيل كاينين في كاع هاد لي ولايا. تو سكيل فو ليكزومبل نتاع لي جو ميديتيرانيان في وهران جازت في القمه. زيد دوكا الشان راح سير جوز غانا في المستوى. دونك في هذا الباب هذه ما عندناش مشكل.
وكونترير وشفناه من الكوتي تاع البيبليك، شفنا الغاشي في وهران جاو سي سايت اون فات فرحانين وكلش. دونك سافا اتر اون فات ان شاء الله كي نورغانيزيوها في الجزائر ان شاء الله. هذه وحده. وبالك كي رانا 2025 صافي دير اونيا 3 زون، جو بونس كو من 3 زون حتى يكونوا عندك بعض النقائص تقدر تكومبليهم. نو 3 زون ما يكونوش نقائص. من على 3 سنين قلت. ما يكونوش، ولا كانوا سي با نورمال. ماشي تورغانيزي لازم نحضروا من كوب دافريك واش من نقائص لي ستاد براتيكمون قريب يخلصوا. سي لي 3 كار مديورين. لا كاف جينيرالمون دير لك دي ريزيرف. هاي غينيا نحات لها. خلينا نهضروا الملاعب اللي راهم من 3 كار فيني. مازال شويه برك، في شويه في 3 سنين ما تكملوش، ما تستاهلش تورغانيزي كوب دافريك. دونك جو بونس que l'État va mettre tous les moyens humains et financiers pour que كل شيء يكون واجد ان شاء الله. تبقى انت تتكلم مقبل لي فيدراسيون ولا اللي جازوا قدام ما خدموش في اللي باش يكونوا توا كما قلت لك انا جامي يكونوا واللي يكونوا يخدموا روحهم، هذه ما كاش منها هذه. مي اللي يخدموا بور افوار لا كوب دافريك في البلاد سي بوكو بليس لي بوليتيك باسكو سي اون ليو اللي يتكلموا مع بيناتهم وكذا. سي اون ليو اللي ينجموا يبوسيو الحاله باش اورغانيزا في الجزائر. يكتب عليك لي كوليس باسكو هذوك اللي راهم التماتيك كيسقيو لهم بالبلد تاعهم مسؤولين كبار، مسؤولين الكبار تاعهم يقولوا ها واش دير يدير. انا ما كاش من هذه اللي حتى ويكون في الكاف يعني ربما عنده بعض المزايا. تكون الناس فيفا ومشاو بالتليفون الوريا مدرك كاف نمشيو سي لي بوليتيك كيحبوا يديسيديو يوريونتيو حاجه يوريونتيوها ان شاء الله تاعنا يكونوا في المستوى ونورغانيزيوها في البلاد ان شاء الله باسكو سافا اتر اون فات ان شاء الله. فات ان شاء الله نزيدو ندوها ثاني بوركو فاسيل تورغانيزيها في بلادك جينيرالمون 99% تديهم. اذا لي زاني ماهيش بالضروره. الخبره اللي فاتت شفنا مثلا في الكاميرون مصر ايضا. واش قلت لك سي با على الاقل تكون المهم نكون في الجزائر بعد نخموا لهذاك الشيء. سمير هل تعتقد بان لعبه الكواليس ستلعب لعبتها في الكاف خاصة من ناحية المكتب التنفيذي والناس اللي راح تصوت على من ستكون له الفرصة والحظ أنه ينظم هذا الكاس بعد انسحاب أو سحب الملف من غينيا؟ هذا من جهة. من جهة ثانية هل تعتقد بأنه نجاح الشان في جونفي القادم بالجزائر راح يدفع ربما تقريبا نقولوا 75% الجزائر تقدر تاخذ خطوة عملاقة نحو تنظيم هذه المنافسة؟ بالطبع. اذا الشان كان الاورغانيزاسيون متميز ويكون حضور الجمهور غفير ونجاح كبير، ليماج ديجا تكون مليحه. دونك هذا سي ديجا ان بريمي ديفي. ولكن السؤال اليوم رضوان لازم نعرفوه، من سيصوت في هذا لو شوا على شكون؟ بكري كانت لا كاف سي الكوميتي اكزيكوتيف تاع لا كاف هو اللي يفوتي شكون يدي لا كونديدات. في الدرني كونغري تاع لا تنزاني غيروا القانون، ولات سي لاسومبلي جينيرال تاع لا كاف هي اللي تقرر شكون. ولكن يقال بان المكتب التنفيذي عنده ايضا عنده بيان سور سي لاسومبلي جينيرال قال لك يدرب عليك المكتب التنفيذي بيان سور. ولكن احنا دوكا باش لازم نعرفوا وين نخدموا هذه الكولاسه. لازم السؤال يقولوا لنا اسك سي الكوميتي اكزيكوتيف دو لا كاف كي فا ديسيدي كي فا ترونشي هو 13 ولا 14 13 واحد ولا سي تو لاسومبلي جينيرال في لا كاف سي 56 بيي 50. هذا اول سؤال. السؤال الثاني العمل على المستوى السياسي كما قال علي بيان سور. الدبلوماسيه لازم الان حصد الاصوات عندنا 3 شهور ولا 4 شهور. لازم العمل يكون كثيف عمل على المستوى السياسي. ولكن كاين ثاني العمل على المستوى الكاف
لازم تكون عندنا اون انفلونس في لاكاف. الناس باش تفوتي عليك لازم تعرفك، لازم يفونوي دي كونتاكت. هذا العمل لازم نديروه. حضور موتسيبي للمره الثانيه للجزائر اعتقد باللي لانه احمد لما كان عمره ما جا الجزائر يعني موتسيبي l'Afrique du Sud ça peut aider mais ça ne sera pas déterminant. Il y a d'autres pays. ما تنساش انا قلت لك كاين المروك qui peut être candidat, le Sénégal, l'Afrique du Sud. donc كل واحد حيخدم على بلاده. ولكن انا الحاجه اللي تخوفني شويه انه محمد كان حاضر امس في قرعه عشان لما تسمع موتسيبي يتحدث كانه كل واحد يعطي له واش حاب يسمع. يروح للبلد اخر يتكلم كلام انه يشجع، وبعد يقول الجزائر انا نطلب من صديقي وزميلي زفزاف انه يترشح في الصبيحه قبل الاعلان من طرف وزير الشباب والرياضه. بعدها يقول لك الجزائر لها كل الامكانيات باش تنظم منافسات كبيره. ربما لو ينتقل من الجزائر اليوم الى بلد اخر مثلا جنوب افريقيا اللي هي بلده، يقول لهم حتى جنوب افريقيا السنغال نفس الشيء. فيه ربما حضور امس للموريتاني تصريح الموريتاني كان اكثر احاديه بلو نوتر، وين قال باللي كان حيادي. قال لك باللي كاين بليزيور بيي والميور دوسيي يدوه. ولكن الكل يعلم ان عمليه الحصد اصوات ما فيهاش برك لو دوسيي تاع لي ستاد ولا المنشات، فيها امور اخرى. الامور اخرى الكولسه هناك عمليه يعني جذب الاصوات نعم. بكل الوسائل. محمد انت اللي حضرت امس، هل شاهدتوا بانه كانوا فرحانين شويه الناس اللي جاوا مع موتسيبي؟ شاهدنا الابتسامات وشاهدنا بانه الجزائر يعني ما نقولوش ابهرت هؤلاء، ولكن مش الجزائر اللي كانوا يتحدثوا عليها من قبل، اللي ما كانوش يزوروها تماما. هذو اعضاء المكتب تاع الكاف في عهد احمد الرئيس الاسبق. هل تعتقد بانه هذا السيد يكون في صالح الجزائر، اما العقده او اهم شيء هو الشان اللي راح تكون في جونفي؟ لا رضوان، اليوم الموازين تغيروا. تشعر بهذا؟ تشعر بهم. اليوم الجزائر عندها صوتها، الدبلوماسيه الجزائريه عندها صوتها في العالم. في الماضي ما كانت غايبه تماما، ولكن اليوم بالتحركات تاع الوزير الخارجيه شوفوا بالجزائر رجعت على مستوى القاري اللي كانت فيه في العهد اللي ما قبل 20 سنه هذوما. لما تشوف البارح خاوتنا اللي جاوا هذوك المكتب التنفيذي تاع لاكاف كانوا مسرورين، كانوا فرحانين. اليوم نقول لك كما كان يتكلم سمير، انا نقول لك القوه اللي كانت عند الجيران تاعنا ما راهيش نفس القوه. رضوان اليوم الجزائر تستطيع ان تنافس اي بلد في افريقيا، يعني عندنا الامكانيات. ونتمنى انا حقيقه نتمنى تسويق الصوره تاع الجزائر. الا حبيت تدي لاكاف لورغانيزاسيون دو لاكاف لازم تعرف كيفاش تبيع الصوره تاع الجزائر. عندك بطريقه جيده بالطبع. عندك ممثلين، عندك رياضيين مشهورين في القاره الافريقيه في العالم. امشي مع هاد الناس هذوما. لماذا القطر جابت زيدان وجابت باتيستوتا وجابت رونالدو مارادونا، جابت هذا الستار هذوما باش تسوق الصوره تاع بلادها. هذه كاس العالم اكثر يعني. معليش حنا قاعدين نقدروا نسوقوا ليماج تاع بلادنا بالرياضيين بالممثلين. كاين ناس واحد اخرين كثير اللي يقدروا يعني يعطيو صوره باهيه للوطن ديالنا. هما باش في لالونسي نكملوا على كل حال. هما بداو مدوا الصوره الجميله وعرضوا دي فوتبالور البارح نوصلوا لهذه في لالونسيا عرضوهم البارح لي فوتبالور وانت شفتهم على بالك بهم. دونك داروا حاجه مليحه كيعرضوا هذوك لي فوتبالور. هذه وحده. شوف ونامو ما تروح لا بعيد لا والو. ان كوب دافريك انا نظن سي لو مومون باذن الله لاجيري تورغانيزيها. ما تقول لي لا اسومبلي جينيرال لا والو. في الفيفا كي ديسيدي انفونتينو روح كومي لتر لا بوست مع جماعته، وفي لاكاف كي ديسيدي موتسيبي الاخرين كاع يتبعوا.
C'est un homme puissant politiquement et c'est un bonhomme milliardaire. L'Algérie, on a de très bonnes relations. L'histoire, les كاينه بين حنا والافريك دي سود. Je pense qu'en haut lieu كي يحكموا هاد موتسيبي الله كل شيء يمشي وباذن الله تورغانيزيها الجيري. ان شاء الله. واش تقدر تقدم لنا كاس افريقيا لما تنظمها ما عدا الجانب المالي؟ هل يعني هذا هو الصح، هل سيكون دفع للرياضه الجزائريه اون جينيرال لما تنظم كاس افريقيا؟ مش كيما بعض البلدان في افريقيا بعد تنظيم كاس افريقيا الملاعب تشوف الحشيش تاعهم يطلع، الاستاد يولوا فارغين، ما كانش يعني دفع للرياضه في بلادهم. هل تقدر شوف لا سويت، انا نقولها لك لا سويت دوك ان شاء الله الجيري تورغانيزي كوب دافريك ونفرحوا كاع الشعب يفرح وتجوز كيما يلزم الحال سير لو بلون وتكون بيان اورغانيزي سير لو بلون بوليتيك. الجيري تربح بزاف حوايج لان يا ليماج يا بوكو تشوز. بصح ابري لا كوب دافريك تقول لي واش راح تجي فايده، نقول لك ما يجيب والو، نقول لك يوليو يلعبوا في هذا لي ستاد شامبيونا هدايا والمشاكل هادو تو سي بروبليم يفون ريستي و بوتيتر يزيدوا خاطرش ما بداوش من دار جديد يصفي ويحاسبوا وكذا بور كو نديماريو ابري ان شاء الله كوب دافريك ديماري بالفوتبول بروفيسيونيل تاع الصح ولا سيمي بروفيسيونيل تاع الصح، مي لو فيريتا فوتبول يكون من المسيرين تاعو كيما يلزم الحال كيما تسير كرة القدم في العالم نورمالمون. حنا هذه ما كاش دونك ان شاء الله تورغانيزا جو سو لو بلون بوليتيك بيان مليحه كيما لي جو ميديتيراني. حنا فرحانين كيما لي جو هاك خلاصوا لي جو واش صرا خلي جو بناو هذوك الحوايج يستعملوهم بتات بور اوتر شوز. حنا كيما الملاعب يستعملوهم ابري يستعملوهم لي كلوب يعودوا يلعبوا التم شامبيون يعودوا كدا بارفوا تلعب ايكيب ناسيونال بارفوا هنا بصح لو شامبيون يصرى لو مام افيك لي بروبليم افيك المشاكل افيك كاع الفوضى هذه تقعد اي لا سي با نورمال. انا واش حبيت نزيد واش نتكلم عليه قبل 2019 كانت عندنا بطوله متوسطه خدينا كاس افريقيا قلنا واش راح تجيب لنا فايده من ناحيه الرياضه في الجزائر. نعم. من البطوله المتوسطه رضوان ولات بطوله تحت المتوسط يعني ما جابت لنا سو لو بلان ضعيفه ما جابت لنا حتى حاجه. هدايا ما تستنى لان علاش هذا راجع كله للمسؤولين ديالنا. تكلمنا على الكاس العرب الجميديراني وكاس العرب تاع لي جون هذوما شفنا بعد ما دينا الميداليه الذهبيه والكاس اللاعبين هذوك تقريبا ديليسي دونك من الوغ كو الان مثلا في الالعاب الاخرى بعد العاب المتوسط راح نتكلموا عليها في الاعداد القادمه. الرياضيين هذوك اللي يقدروا يمثلونا في الالعاب الاولمبيه الكثير منهم ما يلقاش وين يتدرب، ما عندوش لا بريزون شارج، وحنا عندنا لي جوز اولمبيك عن قريب في باريس. دونك ما تجيبش حتى فايده كي نديو لازم اصلاح رياضي شامل. انا اظن ان اذا الجزائر قررت باش تضخ اموال ضخمه، هذه اموال ضخمه باش ديرين كوب دافريك اون باراليل لازم تغيير جذري في المنظومه الكرويه الرياضيه لأننا نهضروا على الفوتبول. ça sert à rien de faire une coupe d'Afrique pour montrer une autre image du pays et du football algérien si en parallèle ما نديروش تغيير جذري في المسؤولين. دونك جو بونس كو لازم تغيير. انا جو بونس هناك قوانين اي تحضر. جو بونس هناك محاسبات هم جايين هناك امثله في الاوان الاخرى في الاوان الاخيره وبانوا. جو بونس كو يورا دو نوفو في هذا. جو بونس با هاد لي ريسبونسابل اللي جابوا لنا الفساد راح يقعدوا سينو نورا في تو سا بور ريان. الاصدقاء ديالنا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. خليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات. عطاونا المقترحات ديالكم بخصوص الفيديو شنو يمكن لنا اننا نجيبوا لكم في المستقبل. ف تهلاو في راسكم. نتلاقاو فيديو اخر بموضوع اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.